السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفيديو اللي قدامكم ده يا جماعة خلاط دش خارجي وعمود دش مدفون. يعني عملنا منظر على قد ما نقدر، منظر جمالي واستخدام زي خلاط الدفن بالظبط. عملنا محبس تحكم بالجيتات 6 جيتات، وعملنا محبس تحكم في الرين شاور اللي هي السماعة الكبيرة اللي هي المصفى الكبيرة اللي فوق. وطبعا الهاند شاور اللي هي سماعة اليد معمول لها محبس زاوية تحكم تفتح وتقفل منه. عامة يا جماعة ملخص الموضوع هو في الصيانة. الصيانة سهلة جدا. الجيت الخارجي سهل ورخيص اللي انت تغيره، والرين شاور اللي هي المصفى سهل ان انت تغيرها او تغير الدراع بتاعها، وبرضه الهاند شاور اللي هي سماعة اليد سهل ان انت تغير محبس الزاوية بتاعها او تغير اللي او تغير الراس بتاعتها. كل حاجة يا جماعة متوفرة. وقلب محبس الدفن حتى لو باظ معاك من تكرار الاستخدام القلب بتغير او الكوبشة بتتغير. كل حاجة يا جماعة سهلة ومتوفرة، وفيها ممكن تحط منها الرخيص والغالي. فاحنا عملنا منظر لشاور. دي كابينة شاور يا جماعة، معمول فيها برضو اللي هي المجرى المسطرة. ما شاء الله حاجة جميلة ومنظر زي ما انتم شايفين، حاجة ما شاء الله عالية جدا. قدرنا نحط للعميل الشكل والاستخدام جميل ويبقى أقل تكاليف. يعني عملنا كابينة شاور بأقل تكاليف. كنا هنعوز خلاط دفن، هنعوز جلاب دكر، هنعوز طبعا حتى لو عملنا خلاط دفن تنام مخرج، كنا عاوز نعمل الجيتات محبس دفن، ونعمل برضو للرين شاور محبس دفن زي ما صورنا فيديو قبل كده. فالفرق كله في تمن الخلاط. واللي انا ممكن اركب خلاط بجنيه، خلاط ب1000، خلاط ب10000، خلاط ب200 جنيه، زي ما انت عاوز تركب الخلاط بتركبه. كل ده في ايدك والامكانيات كلها في ايدك. بعكس خلاط الدفن ممكن صيانته تكون صعبة على الصنايعي، ممكن يحصل في حاجة داخلية، ممكن البلاط يعلى عليه، منسوبه يبقى مش مظبوط، واسطة طويلة للقلب، كلام من ده. احنا قدرنا نعمل الحاجات دي كلها خارجية بس بمنظر حلو. ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله، ربنا يبارك.